رغم ان السفرة المصرية في رمضان بتبقى مليانة خير وبركة، لكن السفرة ما تحلاش من غير النجم الأول. أكيد كلكم عارفينه، قمر الدين، من غيره يعني اللي بياخد اللقطة من أي مشروب تاني. ولأن ورا كل عادة حكاية. زمان في سوريا كان في قرية مشهورة بإنها بتزرع المشمش وبتصدره لكل مكان في الوطن العربي. رغم إن الكل كان بيحاول يزرع، لكن سر المهنة كان موجود عند عمنا قمر الدين، الفلاح السوري اللي كان بيصنع من المشمش جواهر. والله زي ما بكلمك كده. ولقيت ان المشمش كان نقطة ضعف، فالراجل كتر خيره صعب عليه الحال وقال لك ازاي فاكهة زي دي تتزرع في وقت قصير وما نشوفهاش تاني ولو ما اتاكلش في وقتها، لحد ما جات له الفكرة وقال لك بس انا هحطه في الشمس. قمر الدين بيني وبينك كان بيفكر صح، الشمس هتجففه وتحافظ عليه. وبمجرد ما نجحت الفكرة قال لك الله، طب انا ليه ما اجربش اعمله عصير؟ وفعلا يا صاحبي نجح عمنا قمر الدين انه يعمله عصير وتنجح الفكرة. وفي يوم كان في تاجر كبير من تجار دمشق معدي عادي خالص، فطبعا احنا كعرب الكرم ما يفوتناش، والله لا تقعد تشرب حاجة يا عم يهديك يرضيه. عمنا قمر الدين ما استناش وقدم له اختراعه المدهش. الراجل شربه من هنا وزي ما تقول حصل له هوس بيه وقال له لا انت تجيب لي كمية منه بقى. وزي ما تقول كده قمر الدين ده امه كانت داعياله في ليلة القدر. تقولي ليه؟ اقول لك لان التاجر ده كان مصاحب خليفة المؤمنين وقتها، الخليفة عبد الملك ابن مروان، وكان المشروب ده هو هديته للخليفة بعد رحلة تجارة كبيرة. الخليفة عبد الملك كان معروف عنه انه راجل نفسه حلو وذوقه حلو في الاكل، حاجة كده ولا أنطوان إيجو. وفي يوم من أيام رمضان وفي عز الصيف ويجي لساعة الفطار ويبدل المية بالمشروب ويشرب منه، ومن هنا يحس إنه شرب من نهر بارد، إحساس مختلف والطعم رايح. وعلى طول الخليفة يبعت للتاجر ويسأله عن السر العجيب. قال له ده بيعمله راجل اسمه قمر الدين يا مولاي. لا هاتلي الراجل ده عندي هنا. زي ما تكون طاقة القدر اتفتحت لعمنا قمر الدين. قال له أنا عايز المسلمين كلهم يشربوا المشروب ده في الولايات كلها ويدعوا لي، أنا ماليش بركة إلا أنت. وفعلا بدأ الاختراع ده يلف الولايات كلها تحديدا في شهر رمضان. ولما يسأل حد عن اسمه الكل يستسهل ويقول اسم صاحبه قمر الدين. ومن هنا يفضل قمر الدين رمز من رموز الشهر، واليوم لا يمكن يعدي من غيره. وطبعا انت عارف بقى ان ورا كل عادة حكاية. ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات ايه اغرب العادات اللي انت ما تعرفش سببها في رمضان.